سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم. Nada dakwah, semangat pemuda, penggugah jiwa. Sabilud dumu'i sabilun murih, tanahada ya sahi kay tastarih. Suatu hari, seorang bertanya kepada Syekh, "Wahai Syekh, bagaimana semangat orang-orang terdahulu terhadap Al-Quran?" Syekh pun menjawab, "Sungguh, mereka sangat senang membaca dan menghafal Al-Quran, sebagaimana pemuda sekarang gemar dan senang bermain handphone." Teman, jawaban Syekh itu adalah gambaran kehidupan kita saat ini. Sadar atau tidak, kita telah diperbudak dunia. Andai kita mau merenung sejenak, sungguh Al-Quran adalah jawaban dari semua problematika kehidupan. Al-Quran sumber kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi, mengapa kita menjauh dari Al-Quran? Sesibuk apakah kita hingga tak ada waktu untuk membaca Al-Quran? Atau kita sudah tidak membutuhkan Al-Quran? بذكر الإله تطيب الحياة، تسر أسارير وجه صبيح. Teman, andai kita mengulang kembali ke sejarah, niscaya kita akan dapatkan mereka adalah pencinta Al-Quran. Namun sayang 1000 kali sayang, zaman itu sudah punah. Dan kini aku hanya bisa berdoa, semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sibuk dan cinta dengan Al-Quran. Jujur aku katakan, bahwa aku malu pada mereka yang buta tapi mampu menghafal Al-Quran. Aku malu pada mereka yang lahir tiada sempurna, tapi mereka mampu menghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadi penyempurna dalam hidupnya. Aku malu melihat anak-anak di Palestina dan di Afrika yang semangat menghafalnya sangat-sangat luar biasa. Tak peduli lapar dan dahaga, bahkan nyawa mereka pertaruhkan demi menghafal Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'an fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? ترجل بصوت وخيل، فما لك في الأرض درب صحيح. إلى الله عدنا وبالله نذنا، ليطوى زمان بائس شحيح. ليطوى زمان بائس شحيح. أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما، فماذا يضيرك كيد العبيد؟ فماذا يضيرك كيد العبيد؟ أخي ستبيد جيوش الظلام، ويشرق في الكون فجر جديد. فأطلق لروحك إشراقها، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء،
أبت أن تشلى بقيد الإماء سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراس أدك صخور الجبال الرواسي غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. سأثار لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين. أخي إنني ما سئمت الكفاح ولا أنا ألقيت عني السلاح فإن أنا مت فإني شهيد وأنت ستمضي بنصر مجيد وأنت ستمضي بنصر مجيد. وإني على ثقة من طريقي إلى الله رب السنا والشروق فإن عافني السوق أو عاقني فإني أمين لعهد الوثيق فإني أمين لعهد الوثيق. أخي فامض لا تلتفت للوراء طريقك قد خضبته الدماء ولا تلتفت ها هنا أو هناك ولا تتطلع لغير السماء ولا تتطلع لغير السماء. فلسنا بطير مهيض الجناح ولن نستذل ولن نستباح وإني لأسمع صوت الدماء قويا ينادي الكفاح الكفاح قويا ينادي الكفاح الكفاح. أخي إن ضربت علي الدموع وبللت قبري بها في خشوع فأوقد لهم من رفات الشموع وسيروا بها نحو مجد تليد وسيروا بها نحو مجد تليد. أخي إن مت نلقى أحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رفرفت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي أنت حر وراء السدود أخي أنت حر بتلك القيود إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد فماذا يضيرك كيد العبيد.
أخي أنت حر وراء السدود، أخي أنت حر بتلك القيود. إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد، فماذا يضيرك كيد العبيد. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها. ترى الفجر يرمقنا من بعيد، ترى الفجر يرمقنا من بعيد. أخي قد سرت من يديك الدماء، أبت أن تشلى بقيد الإماء. سترفع قربانها للسماء مخضبة بوسام الخلود، مخضبة بوسام الخلود. أخي هل تراك سئمت الكفاح وألقيت عن كاهليك السلاح؟ فمن للضحايا يواسي الجراح ويرفع راياتها من جديد، ويرفع راياتها من جديد. أخي إنني اليوم صلب المراس، أدك صخور الجبال الرواسي. غدا سأشيح بفأس الخلاص رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد، رؤوس الأفاعي إلى أن تبيد. سأثار لكن لرب ودين، وأمضي على سنتي.